تحس ان الامور اللي تصير دار مدارك مو في صالحك، ما قاعده تمشي بالطريقه اللي انت تبيها. هذه الامور تصير لان داخلك انت تؤمن بهذه الاشياء، فتتصرف بطرق تخلي الامور اللي انت تدش فيها ما تمشي بالطريقه اللي انت تبيها. اعطيكم مثال عن نفسي. انا اول ما ابتديت بزنس وايد اخاف اسوي سيلز. كنت اؤمن من دون ما كنت ادري ان انا اؤمن بهذا الشيء اني سيء في المبيعات، سيء اني انا اقنع الناس. لين بروح اجتماع اقول اوه هذا الانسان شلون بقنعه انا انه يشتغل معاي. فلما اروح هذا الاجتماع اتصرف بتصرفات تراوي الناس اللي قاعده تتعامل معي ان انا جاي بس ابي اقنعهم ان انا مو عارف شنو اسوي. فما كنت جايب ارقام في البزنس، ما كنا نحقق مبيعات. مع الوقت تعلمت وقلت اوكي شنو السبب اللي انا مو بزين في المبيعات. اكتشفت ان انا داخلي اصلا مو مؤمن ان انا زين في المبيعات. مع الوقت بديت ادرب روحي، ادش دورات، بديت اقعد مع نفسي قدام منظره واتحكى لما بديت اطور هذه الثقه في النفس وتعلمت معنى المبيعات. فهذه قصتي بكل اختصار. فطالع نفسك، عالمك الخارجي هو انعكاس لعالمك الداخلي.